تخيل معايا لو عندك شخص بتقول له على اي حاجة بيسمع الكلام، ومش بس كده يعرف معلومات الدنيا كلها، ومش بس كده بقى كمان بيطور نفسه وبيحسن نفسه كل يوم عن التاني وبيبقى اقوى احسن. بس كان عنده مشكلة واحدة بس، انه مش بيشوف، يعني ما بيقدرش يشوف العالم اللي حواليه، ولكن يقدر يعمل كل ده. تخيل بقى لو انت ركبت له كاميرا او عيون يقدر يشوف بيها العالم اللي حواليه، ممكن يعمل ايه في الحياة؟ ومن هنا جه مصطلح الاي اي كمبيوتر فيجن. فكرته الاساسية ان انت زي بالظبط بتركب عيون للكمبيوتر. في واحد هيقول لي طب ما احنا مخترعين الكاميرات من زمان جدا. حلو جدا، الكاميرات كانت قويه جدا والنهارده كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله، لكن في مشكله واحده بس. انت لما بتصور بالكاميرا، الكاميرا مش بتقدر تميز او تعالج البيانات اللي جوه، فهي مش فاهمه مثلا ان ده عائق، ان ده فيه مشكله، ان ده حيطه، ان ده بني ادم، ان ده مش عارف ايه، وهكذا. الفكره كلها في الكمبيوتر فيجن ان انت تخلي الكمبيوتر يقدر يميز كل حاجه. تخيلوا معايا بقى قوه حاجه زي كده ممكن تكون عامله ازاي، ايه اللي ممكن نستفاده من خلالها. في تطبيقات كتير جدا للكمبيوتر فيجن موجوده، ممكن تكتب لنا ايه اللي انت تعرفه او ايه اللي ممكن تفكر فيه عن الكمبيوتر فيجن. تخيل معايا لو بقى الاي اي ده يمتلك عيون ويقدر يشوف بيها العالم، ممكن يعمل ايه؟ وتخيل ان هو شغال 24 ساعه مش بيفصل. اكتب لنا في الكومنتس، ما تنساش لايك، اشتراك، متابعه علشان خاطر يوصلك كل جديد، وشكرا ليك.